البداية بما انتهى منذ قليل بمباريات الرابطة، مباريات كاس الرابطة. وخلينا اخش في الموضوع على طول واقول لك النتائج اهو. لو انت مش متابع، النهارده في ماتش وحيد من ساعة ما انطلق الدور ال16 في الفترة اللي فاتت دي، ماتش وحيد هو اللي خلص في وقته الأصلي. كل الماتشات خلصت بركلات ترجيح من نقطة الجزاء. الماتش رقم 6 النهارده يخلص بركلات ترجيح من نقطة الجزاء بين امبي او بيراميدز وامبي بعد ما انتهى 1-1. الماتش الوحيد اللي خلص في وقته الاصلي كان ما بين الزمالك والبنك الاهلي، وفيه فاز البنك الاهلي بثلاثيه نظيفه في واحده من المباريات التي قدم فيها البنك الاهلي اداء مميز، فيما لم يظهر الزمالك على الاطلاق. هي هزيمه مخجله حقيقه يعني، وفوز وانتصار كبير بالنسبه للبنك الاهلي. انا عايز افرج حضراتكم على الاهداف اللي هتشوفوا ده. كيف ينهار فريق في 3 دقايق. كم بالظبط 6 دقايق. الدقيقه 44. ما تستغربش الكره دي مش اوت، مش فاول، مش تسلل، مش حاجه يعني، ده جون في الدقيقه 84. الجون الاولاني كريم بامبو، الدقيقه 88 محمد هلال. ما تستغربش برضو اللي بعديها دي مش اوفسايد، ما فيهاش حاجه. واللي انت بتشوفه ده الجون الثالث. بس انا عايزك كده تقف معايا على يا عم بيومي، عايزك تقف معايا كده وتجيب لي بقى ايه الجون الثاني واحده واحده. احنا بنتكلم في فريق ايه بس يا جماعه؟ الزمالك. فريق ايه؟ الزمالك بطل الدوري السنتين اللي فاتوا. خلاص؟ تعال افرجك الجون الثاني اللي جابه هلال عامل ازاي. بص، شيل يا سيدي، شال، كله بيتفرج. طب في زاويه ثانيه هجيب لكم زاويه ثانيه، كله بيتفرج. قطع مسافه قسما بالله، جون في دوره رمضانيه بيلعبوا 3 ضد 3. ده قعود، ده هلال، لا ده هلال اللي جاب الجون ده قسما بالله. بص الزاويه دي، دوره رمضانيه بيلعبوا 3 ضد 3، لا قادرين يشيلوا رجليهم لعيبه الزمالك ولا متخيلين هو فين. اقف بس يا عم بيوم، ارجع بس. الحاجات دي يا جماعه ما تتعداش. ده الزمالك حرام اللي بيعملوه في جمهور الزمالك. هتقول لي ماتش رابطه، تقول لي ماتش بتاع، هقول لك يا راجل بص اتفرج على اللعيبه، بص اللي هو احنا اقف هنا، اللي هو احنا بنقولها ايه؟ سيبها، هيجيبها ويرجع بيها تاني من الاوت. احنا بقى نتعب نفسنا ليه؟ مفيش حد يا مؤمن ضرب سبرنت. يا باشا احنا صايمين وتعبانين بقى، ما تزهقوناش وانتوا جايبيننا نقعد نجري في الملعب. يا راجل بقى عيب. اتفرج يا باشا، بص الراجل بتاع البنك بيجري، مفيش حد عايز يجري جنبه. ايه ده الحقها يا خبر، اجري خلاص بقى. كان فين؟ كل سنه وانت طيب. عيب ده جون عيب يخش في الزمالك، عيب. لو انا بلعب في الزمالك وجاي فيها جون زي ده انا ما انامش النهارده، والله العظيم ما انام، علشان يبقى ده شكل الفريق النهارده قدام البنك الاهلي. بس ارجع واقول لك، هذه هي نتائج طبيعيه لمعطيات انت بتدخلها ومستني تطلع نتائج مختلفه. لا، هتطلع لك نفس النتائج اللي انت متخيلها، نفس النتائج. خليني اقول لك بس، عشان كاس الرابطه ما انتش مطلوب منك تبقى اعظم حاجه يعني، بس برضه في نفس الوقت ما تتغلبش 3-0 بالاداء المزري ده. يعني كاس الرابطه مطلوب شغل اللعيبه اللي عندك ودور مكان اللعيبه اللي موجود، مش مطلوب منك حاجه. يا بطوله كده تمام يعني، احنا كلنا عارفين ان هي بطوله تمام يعني. الهدف منها زياده الانديه نفسها تلعب اللعيبه اللي مش موجوده، لو في ريع طالع منها يبقى كده. لكن هو ده الاصل. ما قلنالكش بقى والناس قالت لا روح الماتشات دي تتغلبها. لك ان تتخيل ان المباراه الوحيده اللي خلصت في وقتها الاصلي هي هزيمه الزمالك من البنك الاهلي 3-0. يعني انا لو حطيت نفسي جنبه قدام جمهور مكان جمهور الزمالك مش عارف، والله العظيم فعلا مش عارف يعني.